هاي، ازيكم؟ انا مريان، هكون معاكم في ABC Parenting Tips. يلا بينا. فأوقات كتير لما بنكون في تجميعة كبيرة وبعد كده الأطفال بيبتدوا يعملوا تصرفات مش أصح حاجة، ونبتدي احنا نتوتر ونتنرفز، نلاقي بقى كل الناس اللي حوالينا عايزة تساعد، وطنط تقوله لا يا حبيبي ما تعملش كده، وأنكل يقوله بس يا ولد ما تعملش كده، ونلاقي كله بيشارك في تربية الولد وتعليمه الأدب. واحنا كبابا وماما نبقى قاعدين محرجين ومش عارفين نتصرف ازاي. احنا عايزين ندافع عن الولد وفي نفس الوقت مش عايزين نحرج طنط وانكل. الحقيقة فكرة انه بابا وماما يفضلوا قاعدين سلبيين وسايبين الطفل يتلطم ما بين طنط وانكل اللي عمالين يأدبوه ويعلموه الأدب دول حاجة صح خالص. ليه؟ لانه اولا بابا وماما هما بس اللي عارفين مدخل الطفل، عارفين الطريقة اللي هيدخلوا له بيها والطريقة اللي هيقنعوه بيها ان هو يبطل يعمل الحاجة الغلط اللي هو بيعملها دي. هما الوحيدين اللي عارفين ايه المدخل بتاعه وطريقته واسلوبه. يمكن هما بس اللي يحق لهم ان هما يتكلموا مع الطفل. كمان فكرة ان احنا نسيب الطفل ملطشة ما بين طنط وانكل الكتير اللي قاعدين دول، دي مش اصح حاجة. الولد هيبتدي يحس بانسكيورتي ان بابا وماما يعني سايبينه كده هو يواجه كل دول ومع نفسه كده، ما هيبتدي يتنرفز ويعند ويتضايق ويبص لبابا وماما ويقولوا له طب ايه مش هتدافعوا عني ولا ايه؟ ما ينفعش ان احنا نسيب الطفل يواجه كل ده لوحده، لازم نكون موجودين علشان ندافع عنه. احنا بابا وماما، احنا ظهره، ما ينفعش نسمح لحد ان هو يتعدى حدوده مع ابننا او بنتنا. كمان غالبا طنط وانكل دول مش هيكونوا عارفين الاسلوب اللي احنا بنربي بيه ولادنا، الطريقه اللي احنا او الكونسبتس اللي احنا بنربي بيها ولادنا. يعني ممكن يكونوا بيحاولوا يساعدونا علشان يوجهوه، لكن ممكن بيوجهوه بطريقه غلط او يوجهوه باسلوب بيوجهوه لحاجه اصلا احنا مش عايزينه يعملها. يعني بدل ما يكون بيبطل تصرف غلط هو بيعمله، يوجهوه ان هو يعمل تصرف تاني غلط. انا كبابا وماما متفقين انه ده برضو غلط. ما ينفعش نسيب اي حد كده احنا قاعدين معاه ان هو يربي الولد او يعلمه حاجات معينة. لازم احنا اللي نكون بنشرف على ده، ونكون احنا متفقين احنا بنعلم ايه ولولادنا، علشان ما يكونش في عك بيحصل او ما يكونش في كلام احنا مش موافقين عليه يدخل في عقلية الطفل. علشان كده بابا وماما ما ينفعش يكونوا قاعدين سلبيين، لازم يكونوا واضحين في موقف زي ده انه احنا معلش محتاجين ان احنا اللي نوجه الطفل في الوقت ده دلوقتي، لانه احنا عارفين ان هو ممكن مش هيقبل منكم الكلام قوي. شكرا ان انتوا بتحاولوا تساعدوا، بس لو سمحتوا ادونا فرصة ان احنا نتكلم مع الطفل. لازم كل اللي حوالينا يفهموا انه في حدود وانه الطفل ليه حدود ما ينفعش اي حد يتعداها. وكمان بقى يعني اخر حاجة، رجاء من كل الناس اللي بيكونوا قاعدين حوالين الاب والام والطفل بيكونوا عايزين يساعدوا، هم اكيد عايزين يساعدوا الاب والام وبيبقوا شايفين قد ايه الاب والام مش عارفين يتصرفوا والدنيا بتبقى بايظه معاهم مع الطفل، خصوصا لما بيبتدي يدخل في فيز الفرفصه والزعيق وخبط الراس وكل ده. بيبقوا فعلا عايزين يساعدوا. لو سمحتوا قبل ما تبادروا بالمساعده على طول، بادروا الاول بان انتوا تسالوا الاب والام انتوا محتاجين ايه مننا نعمله، لانه غالبا الاب والام هيبقوا عارفين هما محتاجين ايه في الوقت ده. مثلا محتاجين حد يروح بسرعه يعمل اي ديستراكشن، يعمل لعبه، يجيب حاجه حلوه بسرعه، يتصرف اي تصرف سريع بحيث ان هما يحاولوا يهدوا الطفل. لكن مش بيبقوا محتاجين قوي حد يوجه، لانه التوجيه بيبقوا هما اوريدي متكفلين بيه. فلما بيبقى فيه 15 توجيه فوق دماغ الطفل بيعند اكتر وبيتنرفز اكتر. ما بيبقاش محتاج غير توجيه بابا وماما بس، لكن بيبقوا محتاجين من اللي حواليهم ديستراكشن او لعبه او هزار، اي حاجة. يعني يا ريت نسأل الاب والام انتوا محتاجين ايه في الموقف ده، وهيساعدوك وتساعدوهم. ميرسي، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.